عارفين يعني إيه إنسان مصدر للطاقة الإيجابية؟ يعني إنسان من جواه مشاعر كلها أمل وتفاؤل، بيمد اللي بيتعامل معاهم بيها، شايف دايما الجزء المنور من كل حاجة حواليه ومغمض عينه على الجزء الضلمة، وبالتالي بتتولد جوه عقله مشاعر إيجابية. بعض الناس مشاعرها مرهفة وبتكون حساسيتها عالية جدا، وناس تانية مشاعرها دايما بيطغى عليها الحزن والألم، وبعضهم مشاعره دايما مليانة بالأمل إن اللي جاي دايما أجمل، حتى لو هو في أصعب أيام حياته. وفي ناس مشاعرها دايما كئيبة، مش شايفة غير الوحش وبس، دايما مش بتشوف إلا النقطة السوداء اللي موجودة جوه الصفحة البيضاء، بتشوف دايما الجانب السلبي والسيء من كل حاجة، ومش بتاخد بالها من الجانب الإيجابي أو الكويس. كمان في اللي حاسس دايما بالمرض والتعب وعايش فيه، دايما يشتكي مهما كان الألم عادي أو بسيط، ومش راضي ولا شاكر نعمة ربنا عليه، مع إن في ناس بتعاني من أمراض كتير أصعب وأخطر لكنها راضية وبتحمد ربنا على كل شيء. ولو يوم سألتها عن أخبارها بيكون ردها الحمد لله مع ابتسامة رضا، لدرجة إنك تحس إنهم مفيش عندهم أي مشكلة ولا حاسين بأي ألم. من هنا ممكن نقول إنك عشان تكون مصدر للطاقة الإيجابية لازم يكون عندك عقل ناضج، فاهم ومستوعب إن كل حاجة بتحصل لنا في حياتنا فيها جانب إيجابي وجانب سلبي. ولو فضلنا مركزين على السلبي بس ومغمضين عن الجانب الإيجابي هيملانا اليأس والإحباط، وهنكون مصدر للطاقة السلبية للي حوالينا، وهندمرهم قبل ما ندمر نفسنا، لأن الطاقة السلبية بتتنقل بالعدوى. كمان لازم يكون عندنا رضا حقيقي من جوانا، يعني نكون مقتنعين باللي احنا فيه وراضيين وحامدين ربنا عليه، قابلين كل حاجة، لأننا من جوانا عارفين إن ربنا له حكمة في كل حاجة بتحصل معانا، وإن هو بس اللي عارف الخير لينا موجود فين، وإن ربنا لما بيقدر لنا أي شيء إحنا بنشوفه شر بيكون اختبار لصبرنا وقوة إيماننا. لو فكرت كده هتخلق جواك مشاعر إيجابية هتريحك وتديك أمل، ومن هنا أنت هتقدر تمد اللي حواليك بنفس الطاقة الإيجابية اللي اتخلقت جواك نتيجة لاقتناع العقل ورضا القلب والنفس. الإنسان اللي عنده القدرة على خلق الطاقة الإيجابية لنفسه واللي حواليه تلاقي شخصيته دايما متفائلة، عطاءة، متعاطفة، مهذبة، مقبولة، مستقرة عاطفيا، مقبلة على الحياة، فطرتها سليمة، نشيطة، عقلها متفتح وناضج، طموحة، بتحب المواجهة والتحدي، دايما بتدور على الحلول المناسبة مش الحلول الوسط، عندها رغبة دايما في التقدم والنجاح في كل حياتها، سواء نجاحها في حياتها العائلية أو المهنية أو حتى الاجتماعية. دربوا نفسكم على الرضا والتفكير بعقل واعي والاقتناع بأن كل شيء بإيد ربنا. احنا بنعمل اللي علينا ومش بنقصر، وبنسيب الباقي على ربنا. عود نفسك تكون مصدر للطاقة الإيجابية علشان تكسب راحتك وسعادتك وحب كل اللي حواليك، لدرجة إنك بتبقى بالنسبة لهم شعاع من نور.